الزمالك بيعود من اسكندريه برج العرب بثلاث نقاط، ثلاث نقاط بدعوات الجماهير، بدعوات الناس كلها. الزمالك لا لعب كوره ولا اداء ولا تاكتكس ولا اي حاجه، مباراه فقيره فنيا. الزمالك فقير فنيا جدا. الزمالك لو بيلعب فريق تقيل فريق قوي ما كانش خد ثلاث نقاط. هدف ذاتي يكشف لك حجم المأساة اللي في المباراه. الزمالك لم يصوب تصويبه واحده على مرمى شيكا حارس مرمى فاركو. الزمالك شوط اول بيلعب على استحياء، شوط تاني ما جاش. شوط تاني الزمالك بيطفش من ورا لقدام، واللعيبه مش قادره تكمل هجمه في الملعب، واللعيبه مش قادره تاخد نفسها ومش قادره تتحرك. السؤال المهم والاهم، اللعيبه دي بتتدرب على ايه؟ ايه الجمل اللي بتحفظها؟ فين الشغل الفني؟ من كام شهر كان في مدرب اسمه جوزيه جوميز في الزمالك كان بيلعب معاه كوره هايله جدا جدا رغم ضعف السكواد. حاليا الزمالك بيعمل كنافه في الملعب بما اننا داخلين على رمضان، والحمد لله على الثلاث نقاط. الى متى سيبقى كريستيان جروس في نادي الزمالك؟ الى ان تتحقق الكارثه يوم 22/2، ولا انتوا ناويين على ايه يا مجلس اداره الزمالك؟ لو هنروح بقى للمباراه والشوط الاول تحديدا، وانت بتتفرج على الشوط الاول تقول هي لعيبه الزمالك دي طول الاسبوع بتتمرن على ايه؟ يعني من مباراه الاسماعيلي لمباراه فاركو احنا بنتدرب على ايه؟ ايه الجمل اللي بنحفظها؟ او ايه طريقه اللعب؟ او ايه خطه اللعب؟ محدش عارف. اداء سيء جدا للزمالك، مفيش نقل كوره، مفيش تحركات، مفيش كثافه هجوميه، مفيش جمل، مفيش اي حاجه واضحه وصريحه تخليك تقول ان الناس دي بتتدرب على حاجه طول الاسبوع. لعيب زي دونجا ما تعرفش بيعمل ايه. يعني اول الماتش اول القصيده استغفر الله العظيم يا رب، كوره معانا في نص الملعب بيرجعها اسيست لشريف مهاجم فاركو. يعني انفراد رايح انفراد دايركت، حاجه غريبه. طول الماتش ميس باص، طول الماتش بيتقطع منه الكوره، طول الماتش بيترقص بشكل غريب، طول الماتش بيعمل حتى الباص بتاعه غريب جدا. مش عارف دونجا بيعمل ايه بصراحه. فاركو مقفل وبيحاول يلعب على الكاونتر اتاك، هربوا بواحده عدت من فوق احمد حسام اللي طلع الكره. احمد حسام هو كويس جدا على فكره في الالتحامات وفي قطع الكره كويس جدا، لكن مشكلته في كسر القامه. الراجل عمرو ناصر طلع فوقيه، الكره عدت كانت تعمل خطوره لو عواد لمسها، كانت تعمل علينا مشكله كبيره جدا. طب فاركو مقفل وبيحاول يلعب على الكاونتر اتاك كالعاده. اي فريق هيلعبك هيقفل يلعب كاونتر اتاك، مع ان اي فريق لو لعبك لو ضغط عليك هيطلع مشاكل وعيوب للصبح. طب الزمالك كان بيلجأ لايه؟ لان مفيش حلول. يمكن اللي بيحاول في الزمالك محمد السيد شويه لما بينزل كده ويحاول يعدي ويرقص ويلعب، وزيزو النهارده انشط شويه الشوط الاولاني، ومعاهم محمود جهاد. صراحه يعني محمد شحاته ناحيه اليمين مش شغلته، مش مكانه، مش بتاعته. باجتهاده بيحاول لكن مش قادر يرفع عرضيه، الكره ما بتوصلش. بنتائج الناحيه الثانيه بيشتغل صراحه، قافل جبهته بشكل كويس جدا، مفيش ضغط عليه لكن قافل جبهته. حمدي ما ظهرش كتير لكن بيحاول برضه، بيحاول يروح رفع كورتين مثلا. بنتائج بيطلع كتير بيكمل، فتوح ما بيعملش الحاجات دي خالص. فكان ايه حل الزمالك قصاد تكتل لعيبه فاركو والقفل الكبير؟ العب كور طويله. طب انت كور طويله عندك مهاجم؟ لا ما عندكش. سيف الجزيري النهارده كان بيضغط شويه، لكن في كوره مثلا في اول ماتش لعبها له بنتائج طويله حلوه جدا في المساحه، راح بدل ما يروح انفراد هدي وقف قطعوها منه بكل سهوله. فبتلعب كور طويله كلها مقطوعه. دور دونجا بيعمله محمود جهاد ان يقطع الكوره. يعني في كوره حلوه جدا محمود جهاد قطع بشكل كويس، باص 2 3 الجزيري حط كعب زيزو لجهاد، جهاد حطها فوق العرض. دي واحده من الفرص اللي الزمالك عملها لحد ما جه الفرج جه من اجل ربنا، من اجل جمهور الزمالك الغلبان اللي بيتفرج على الماتش. الحقيقه فاول للزمالك لصالح محمود بنتايج اللي اجتهد وطلع بالكوره، جه زيزو رفع الكوره خبطت في رجل احمد جمال المدافع دخل الجون. يعني حاجه ما بتحصلش، جون ربنا بيكرم بيه جمهور الزمالك ليس الا. فاركو ما ضغطش علينا بشكل كبير، ما كانتش ليها كمان خطيره الكوره اللي قلت لكم عليها بتاعت عمرو ناصر، لكن ربنا كرمنا بالجون بتاع احمد جمال المدافع اون جول. ده ربنا كريم. غير كده الزمالك مقدم فاصل من العك الكروي في الملعب. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني 3 نقط، مش مطلوب مني حاجه اكتر من كده. بس في الشوط الاول عدى على خير الحمد لله. شوط تاني يثبت لك البؤس اللي الزمالك فيه. الزمالك فريق بائس جدا، دفاع بس. ساب الكوره لفاركو، فاركو ماسك الكوره. فاركو كامل الاحترام ليه، فريق جيد فريق محترم، لكن فريق مش شرس هجوميا. لو فاركو شرس هجوميا كان زعلك، كان اذاك، كان طلعك سكور النهارده. يتحمل عبء الماتش ده او تحمل عبء الماتش ده حسام وبنتايج، غير كده ولا حاجه. مدرب واقف بره مش عارف يغير، شايف حال الفريق سيء جدا مفيش حاجه. محمد السيد جاب بنزين من بدري وسايبه لحد ما قال له انا متصاب طلعني، مش قادر يجري. محمد حمدي طول قوي في الملعب، محمد حمدي بنتايج يفتح له يروح رافع، بنتايج يفتح له يروح رافع، بنتايج الكوره معايا يلعبها لحمدي، لا حمدي يروح رافع. اي حاجه عرضيات زي الزفت، جبهه اليمين مش شغاله. زيزو زي ما بقول لكم مش موجود،
حاول الشوط الاول الشوط الثاني مش موجود، محدش موجود، محمود جهاد وحسام وبنتايج، بس دول اللي لعبوا. والشوط الثاني عباره عن انذارات بس. انا عارف موضوع الانذارات ده، في لعيبه كتير عندها انذارات من الماتش الجاي، لو لعبوا الماتش الجاي وخدوا انذار يغيبوا عن ماتش الاهلي. كذا لعيب من اللي خدوا انذارات النهارده عشان خاطر يصفروا الانذارات قبل ماتش الاهلي. بس انت ضامن تكسب بتروجيت الماتش الجاي؟ ضامن بادائك ده تكسب اي حد؟ لا، انت بتكسب ببركه دعاء الوالدين. الحكم بقى بيكمل الفيلم وبيدي جهاد كارت احمر، انذار في انذار تاني ملهاش لازمه. الكره التانيه ما فيهاش اصلا انذار، هو الراجل عادي يعني ماشي هو مع بعض، سندوا على بعض، اداله انذار وطرد، ومتحمس قوي بيدي الانذار وبيدي الطرد. غريبه جدا الحقيقه. التغييرات ما فرقتش في حاجه، خرج محمد السيد ونزل شلبي، ما شفناهوش خالص. نزل احمد محمود بعد الطرد وراح عامل تغيير تاني حاجه، يعني دخل احمد محمود لعب في النص، محمد شحاته دخل نزل باك يمين، محمد شحاته دخل في قلب الملعب، وحاجه صعبه جدا 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 في الزمالك. يعني الامور صعبه، الزمالك بائس جدا جدا جدا، يصعب عليك وانت بتتفرج. اللعيبه بتتمشى في الملعب، يمكن زيزو اخر لقطه في الملعب خد الكوره، اخر كوره عايز يخلص، مقعد يرقص ويعدي يحاول يقف يروح، بياكل وقت عشان الماتش يخلص. لكن الزمالك بائس بشكل كبير، ومن واضح داخلين على كارثه. ما تضمنش ان هي كل مره مشيت معاك النهارده ببركه دعاء الوالدين والجمهور وكل الدعوات اللي في الدنيا كلها، حد دعا دعوه وربنا استجابها وكسبنا. لكن هل هتمشي معاك كل مره كده بالفتش والعك ده؟ اعتقد صعب جدا كمان. الحمد لله ان احنا خدنا 3 نقاط بتخليك لسه موجود في الصوره، لكن القادم اصعب وربنا يستر.